أكلة النهاردة سهلة وسريعة وبطعم ما يختلفش عليه اتنين. هنعملها مع بعض خطوة بخطوة بطعم تحفة. كملي الفيديو للآخر وما تنسيش لايك واشتراك. ويلا نقول بسم الله ونبدأ في الخطوات على طول. معايا فرخة منقوعة ومغسولة وزي الفل زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا طماطمتين وسط متقطعين وواحدة من البصل حجم وسط متقطع، والفلفل اختياري حطيت واحد صغير زي ما انتوا شايفين. البهارات ورق لورا حبهان، معلقة صغيرة ملح، فلفل اسود، معلقة صغيرة بهارات فراخ. حطيت حلة على النار ونزلت فيها بمعلقة سمن بلدي أو نباتي المتاح عندك حطيه. هننزل بالخضار الحلو ده ونديله تشويحة كويسة علشان نطلع شوية شوربة بلون حلو وطعم روعة. ادت لهم تشويحة كده في السمنة لحد ما بقى لونها أحمر وحلو كده زي ما انتوا شايفين. نزلت عليها بالفراخ على طول علشان تاخد تشويحة في الخضار الحلو ده. هنقلب الفراخ تقليبة حلوة وهننزل عليها بالبهارات على طول زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا بقى اللون، والطريقة دي بتطلع الفراخ طعمها بجد حكاية. شوفوا بقى لون الشوربة، لون جميل من غير ما نحط صلصة ومن غير أي حاجة، والطعم بجد مفيش أحسن من كده. دلوقتي سبتها على نار عالية غليت غلوة، وبعد كده هديت عليها تستوي براحتها. ودي أحسن طريقة بريحة وطعم زمان بجد. والدتي كانت دايما بتعملها لنا كده، وكانت الفراخ بتحشيها بصل وتطبخها متكتفة كده. طبعا طبخت الرز زي ما شفتوا، وكده كان جاهز معايا وهسيبه يكمل سواه. في الوقت ده كانت الفراخ استوت وكنت طلعتها من الشوربة وصفتها. شوفوا بقى الشوربة، بجد شوية شوربة يستاهلوا بقكم. شكلها كده لوحده يفتح النفس. كان عندي كيس قلقاس متفرز نزلت شوية شوربة زي ما انتوا شايفين كده. والقلقاس من أحسن التفريزات بصراحة اللي بحبها، طريقته سهلة جدا وبجد النتيجة تحفة زي ما انتوا شايفين كده دايب دوب. والخضرة كانت متفرزة معاه ونزلت بيها على القلقاس على طول بعد ما استوى. هسيبه دقيقة واحدة وهطفى عليه زي ما انتوا شايفين كده. لو عايزين طريقة تفريز القلقاس أو عمايل الخضرة اكتبولي في كومنت. حمرت الفراخ ورشيت عليها شوية ملح وفلفل أسمر، وبجد كانت أكلة تحفة. وكمان طريقة القلقاس بتاعت والدتي الله يرحمها، ما تنسوش بقى تدعولها بالرحمة في الكومنتات. وريحة الأكلة دي بجد رجعتني لأيام زمان الجميلة واللمة والعيلة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بجد أكلة ما فيهاش غلطة، لازم تجربوها بالطريقة دي وتقولوا له رأيكم. ولما تجربيها وتعجبك يا ست الكل ما تنسيش بقى تدعيلي دعوة كبيرة كده من قلبي. تعالوا نشوف بقى شكل القلقاس عامل ازاي، وبجد كان دايب وعامل زي الزبدة السايحة. شايفين الشكل؟ بجد حاجة كده تفتح النفس. أكلة حلوة جدا وتدفي القلب، وكفاية ان احنا عملناها بطعم وريحة زمان. تعالوا شوفوا بقى الفراخ متحمرة وطالعة بلون حلو جدا ومستوية، واللحمة بيضة بجد كانت تحفة. ما تنسيش بقى تدعميني يا حبيبة قلبي بلايك حلو كده واشتراك لو انتي ما اشتركتش في القناة. تعالوا نعمل بقى عصير فراولة على موز قمر كده علشان نطر على قلوبنا، وكان لازم اعمل كده علشان نكمل الروقان. ودي بقى احلى كوباية عصير تشربيها بعد غدوة جامدة زي دي. وبكده يا حبايب قلبي يكون خلص الفيديو بتاعنا. استنوني في فيديو جديد، مع السلامة.